لما بنشرب ميه مش بنشرب ميه بس عشان العطش، هي مسؤولة عن حاجات كتير قوي في الجسم. تعال أقول لك، مسؤولة عن نشاط المخ والتركيز وتوازن حرارة الجسم، وكمان تحريك الدورة الدموية والهضم الصحي، حماية الكلى والمفاصل ونضارة البشرة. طب إيه هي أعراض الجفاف اللي ممكن ما أخدش بالي منها؟ صداع، دوخة، هبوط، إرهاق، كسل غريب، بشرة جافة، ممكن كمان يبقى لون البول غامق وضربات القلب سريعة. طب ازاي احافظ على الترطيب؟ اشرب ميه حتى لو مش عطشان، نزود فواكه زي البطيخ، البرتقان، ناكل خيار، نقلل الكافيين والمشروبات الغازية لان دول بيسحبوا السوائل من الجسم. لو هنقعد في الشمس كتير او بنلعب رياضة زود سوائل. خلي بالك ان حتى نقص بسيط في الميه هيقلل تركيزك، هيخليك تتعصب بسرعة، وكمان هتحس بضعف عام. محتاجين نشرب ميه كتير، تقريبا 60% من جسمنا بيتكون من ميه. ابعت الفيديو ده لصاحبك اللي دايما بينسى يشرب ميه وفكره. انا بيتر واصف، صيدلي مصري من شبرا عايش في كاليفورنيا، ودي شبرا فونيا. اشوفكم الفيديو اللي جاي.